تلعباتش كيف ما كنا نتمناوها. مازال الكره وداديه، مازال الكره وداديه للوداد الرياضي. ما كاينش تسلل، ما كاينش تسلل، ما كاينش تسلل. سيلفا يتدخل، يلا براساك، يلا براساك. هو الهدف الاول في المباراه. جاء في وقته، جاء في وقته، في زمانه وفي مكانه، جاء في زمانه وفي مكانه. هو الهدف الاول في هذه المباراه، الهدف الذي يشعل فتيل الفرحه في مدرجات ملعب مراكش الدولي. الوداد هدف تو بويسون مازيمبي، ولا شيء ولا شيء في هذه المباراه. هدف للسفر للوداد، الهدف اللي جاء قبل دقيقتين فقط من نهاية زمن الجولة الأولى. وفرحة، وأي فرحة، هي فرحة مستحقة يستحقها كل مناصر تحمل عناء ومشقة السفر لمساندة الوداد في هذه المباراة. تلعبت الكرة من سولومون اسانتي، سولومون اسانتي، وفرصة لبلوغ الهدف الثاني في المباراة، الهدف الثاني الذي سيحيي الأمل، الهدف الثاني الذي ستكبر من خلال الامال لمعانقه دوري المجموعتين مره اخرى بعد المهربة تطواني السنه الماضيه. الوداد نتمناو يمشي لدوري المجموعتين ويمشي لابعد الحدود، يمشي لابعد الحدود. رضا لاجوج ومن يتكفل بتنفيذ ضربه جزاء للوداد في الدقيقه 66. رضا يبحث عن تجاوز كل القمم، كل القمم. الوداد في القمة، الوداد راسه عالي اليوم، راسه عالي اليوم. والهدف الثاني، وأي فرحة في المدرجات، الكل سعيد بهذا الهدف الذي سجل من نقطة الجزاء. الوداد 2 تو بويسون مازيمبي 0، يعانق الصفر في هذه المباراة. الوداد متقدم 2-0 وما زال العاطي يعطي، وما زال في جعبتهم الكثير لكي يحكوا ولكي يحاكوا في هذه المباراة، لكي يحاكوا الزمن الجميل. الوداد في مسابقات كأس افريقيا للأندية البطلة يضعون في الحسبان اليوم ذلك الجيل المميز، جيل فخر الدين وجيل بن عبيشة وجيل فاسيلي، وكثيرون هم لعبوا للوداد واسوا خدمات